يلا بينا نحل مع بعض القطعة رقم 41. بيقولك فيها Technology has been part of our life. التكنولوجيا بقت جزء of our life، جزء من حياتنا. And it is one of the key ingredients، وإنها واحدة من ال key ingredients معناها مكونات، و key معناها رئيسي، واحدة من المكونات الرئيسية for the survival of mankind، لمعيشة mankind يعني البشر. حلو. the development التطور of new technology بتاع التكنولوجيا الجديدة helps people save lives، بيساعد الناس ان هي تحافظ على حياتها. it helps people ده بيساعد الناس make work easier، ان هم يخلوا الwork العمل easier اسهل. and makes the world a better place to live in، ويخلي العالم مكان افضل انك تعيش فيه. جميل جميل جدا. يبقى من تاني كده بسرعة، اول باراجراف بيقولك ان التكنولوجيا هي جزء من حياتنا وواحدة من المكونات الرئيسية لحياة البشر. حلو. والتطور في التكنولوجيا الجديدة بيساعد الناس ان هي تحافظ على حياتها، وكمان بيساعد ان احنا نخلي الشغل اسهل ويخلي العالم مكان افضل ان احنا نعيش فيه. كلام جميل. تعالى نبدأ مع بعض تاني باراجراف. بيقول لك في education التعليم، هيتكلم في الباراجراف التاني عن التعليم. education is developing as time passes by. التعليم عمال بيتطور بمرور الوقت. time معناها الوقت، pass by معناها يمر. professors اللي هم البروفيسورات can use projectors ممكن يستخدموا البروجيكتور as their teaching tool كأداة تعليمية ليهم. تمام. الفيجوال برزنتيشن وكمان المقدمات او العرض التقديم البصري through technological devices، من خلال التكنولوجيكال ديفايسز. يعني التكنولوجيكال ديفايسز معناها الاجهزه التكنولوجيه allows professors بيسمح للبروفيسورز to make visual learners ان هم يخلوا الفيجوال learners easily understand ان هم يفهموا بسهوله. حلو. schools المدارس can now show videos دلوقتي ممكن تعرض لنا فيديوهات pictures صور or educational movies او حتى educational movies فيديوهات تعليمية to students easily للطلبة بسهولة. حلو. يبقى الباراجراف ده عمال بيتكلم عن تطور التكنولوجيا بس في التعليم. خلي بالك التعليم عمال بيتطور بمرور الوقت، والنهارده البروفيسورز اللي هم مدرسين الكلية يعني كان يوز بروجيكتورز ممكن يستخدموا البروجيكتور. طبعا البروجيكتور أداة معروفة طبعا as their teaching tool كأداة للتدريس. حلو. والفيجوال بريزنتيشن والتعليم الفيجوال ده المرئي through technological devices اللي بيجي من خلال الأجهزة الكهربائية أو الأجهزة التكنولوجية allows professors هو اللي بيسمح للبروفيسورز to make visual learners easily understand. هو ده اللي بيخليهم ان هم يفهموا بسهولة. يبقى ايه اللي بيخليهم يفهموا بسهولة؟ التكنولوجيكال devices الأجهزة التكنولوجية. school can now show videos ممكن دلوقتي تعرض لنا فيديوهات وصور وكمان educational movies وأفلام تعليمية to students easily إلى الطلبة بسهولة. بعد كده في الباراجراف الثالث بيجي يقول لك فيه we can share our past، احنا ممكن نتشارك في الماضي بتاعنا and reach our present، وكمان ان احنا نعزز ونقوي الحاضر بتاعنا and expand our future، وان احنا نتوسع في المستقبل بتاعنا through the use of social media من خلال استخدام السوشيال ميديا. يبقى هنا في الجملة بيجي يقول لك ان انت ممكن تشارك الماضي بتاعك وتخلي بالك من المضارع بتاعك او تعزز المضارع بتاعك، وكمان انك تتوسع في المستقبل من خلال استخدام السوشيال ميديا. حلو. تكستنج المراسلة، كولينج المكالمات and emailing وكمان ارسال الايميلات have revolutionized. كلمة revolution معناها ثورة، revolutionized معناها اقام ثورة او عمل ثورة وانشأ ثورة في الواي او طور يعني الطريقة. the way الطريقة و keep in touch الطريقة اللي احنا بنتواصل بيها. مش keep in touch with معناها يتواصل مع. thus معناها ولذلك. thanks to technology بفضل التكنولوجيا. that these forms of communication تلك الأشكال بتاعة الكوميونيكيشن are continuously developing عمالة بتتطور بشكل مستمر. in the past في الماضي disease and epidemics الأوبئة والأمراض were difficult to identify كان من الصعب جدا إن احنا نحددها because doctors لأن الدكاترة didn't have the tools ما كانش عندهم التولز الأدوات to do so إن هم يفعلوا ذلك.
و nowadays دلوقتي an hour is already enough. ساعة بس لوحدها is already enough، بالفعل تكفي to identify عشان نحدد any sickness of a patient، أي مرض للبيشنت للمريض. بعد كده بيجي في الباراجراف اللي قبل الأخير بيقول لي فيه transportation النقل has also known great advancement، معروف برضو إن هو عمل great advancement، يعني عمل تقدم وتطور عظيم. without which اللي بدونه traveling from one place to another، السفر من مكان لآخر would take too long، هيستغرق وقت طويل. and it could be a waste of time، وده ممكن يكون أصلا مضيعة للوقت. technology made us dependent on it، التكنولوجيا خلتنا dependent معتمدين عليها on it and we cannot expect or imagine، وما نقدرش ان احنا نتخيل او ان احنا حتى imagine ان احنا نتوقع our life حياتنا without technology من غير التكنولوجيا. hence ولذلك technology plays a major role in our lives، التكنولوجيا بتلعب دور رئيسي في حياتنا. لو تلاحظ كده في سياق الكلام والبراجرافات اللي عندك كده في القطعة، هو عمال بيتكلم معاك على أهمية التكنولوجيا، بادئ بيها بأن التكنولوجيا هو جزء مهم في حياتنا وبيخلي الحياة أسهل، وقعد يتكلم عن التكنولوجيا في التعليم، واتكلم بعدها ان احنا ممكن نتشارك في الماضي مستقبلنا وهكذا، او نتشارك الماضي ونتشارك المستقبل ونتشارك المضارع عن طريق السوشيال ميديا. وكمان جاي اتكلم معاك في حتة الامراض وكده، ان انت كان زمان قبل ما يكون في تكنولوجيا وكده كان بالنسبة لك عشان تحدد المرض كانت بتستغرق فيه وقت طويل، دلوقتي ساعة واحدة كفاية. والتكنولوجيا طورت المواصلات، خلت الترانسبورتيشن النقل والمواصلات ليه تقدم كبير، اللي ممكن تنتقل لمكان لآخر في وقت قليل جدا، والمشوار اصلا ايه ممكن يبقى كبير. بعد كده بيجي بيختم وبيقول لك التكنولوجي made us dependent on it، التكنولوجيا خلتنا معتمدين عليها and we cannot expect or imagine our life، وما نقدرش ان احنا نتخيل ولا نتوقع حتى حياتنا بدون التكنولوجي. ولذلك التكنولوجيا هي الميجور رول، لها ميجور رول، لديها دور رئيسي وبتلعب دور رئيسي in our lives في حياتنا. جميل جدا. تعالى بقى نشوف مع بعض الأسئلة، سهلة جدا وبسيطة جدا، وعلى فكرة في أسئلة كتير فيها ممكن إن أنت تحلها من غير أصلا ما تكون قاري القطعة. فبص هنا بيقول لك the best title of the passage، أفضل عنوان للقطعة. هي القطعة كانت بتتكلم عن إيه؟ technological devices، الأجهزة التكنولوجية، ولا a story about technology، كان بيحكي لي ستوري قصة عن التكنولوجيا، ولا the importance of technology، أهمية التكنولوجيا، كان بيتكلم معانا عن أهمية التكنولوجيا، ولا كان بيتكلم معانا عن drawbacks of technology. كلمة drawbacks معناها عيوب، هل يا ترى هو كان بيتكلم عن عيوب التكنولوجيا؟ طب كان بيتكلم عن الأجهزة المكنسة مثلا والغسالة والأجهزة التكنولوجية كلها؟ كان بيحكي لنا قصة؟ برضو لأ، الإجابة الصح هو كان بيتكلم على أهمية التكنولوجي. تمام. السؤال اللي بعده نمبر 2 بيقول لك if you don't use technology properly، لو انت مش بتستخدم التكنولوجي properly يعني بشكل مناسب، you will become، it will become ايه؟ لو احنا مش بنستخدمها بشكل مناسب هي هتكون ايه؟ harmful، harmful معناها ضار، امال harmless معناها مفيد. خلي بالك harm بس معناها ضرر، فharmless يعني بدون ضرر، يعني بالتالي هو مفيد. حلو. لكن useful معناها مفيد فما تنفعش، وvaluable معناها قيم، يبقى سؤال زي ده يتحل من غير ما تقرا اساسا من غير ما تقرا القطعه. طب in the past في الماضي doctors found difficulty، كانوا بيجدوا صعوبة diagnosing disease، في تشخيص الأمراض. since هنا معناها لأن، مش معناها منذ. ليه كانوا بيشوفوا صعوبة أو بيجدوا صعوبة في تشخيص الأمراض؟ لان they were badly educated، لان هم كانوا متعلمين بشكل سيء؟ لا طبعا. they didn't have the right equipment، ان هم ما كانش عندهم الرايت equipment، ايوه ما كانش عندهم الادوات المناسبة، صح. طب بص كده التالتة بيقول لك they didn't have any medicines، ما كانش عندهم اي ادوية. لا، ما هو كان عندهم ادوية حتى لو العلاج بالاعشاب، فميديسنس دي كده طالعة بره. طب diseases were much infectious معناها معدي، الامراض كانت معدية اكتر؟ لا طبعا، ده مش السبب اللي مخليهم ما كانوش بيعرفوا يشخصوا المرض كويس. كانوا بيجدوا صعوبة ان هم في تشخيص المرض لان ما كانش عندهم الرايت equipment. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لك technology helps learners، بتساعد المتعلمين at schools في المدارس by providing، عن طريق ان هي توفر لهم ايه؟ movies، افلام،
ولا عن طريق توفير او وجود التكستنج المراسلة، ولا ميلينج، ولا تكنولوجيكال ديفايسز؟ طبعا المسؤول عن ده هو توفير وامداد التكنولوجيكال ديفايسز، الاجهزة التكنولوجية بشكل اوسع لما بتكون موجودة. ده اللي بيساعد الطلبة ان هي تتعلم احسن، تمام، وتفهم الموضوع احسن. بعد كده nowadays في يومنا الحالي people have become on technology. الناس اصبحوا ايه على التكنولوجيا؟ independent اللي معناها مستقل، لا ده هو قال لك dependent. طب reliant معناها معتمد، ايوه reliant هي الاجابه. على فكره كلمه reliant جايه من كلمه rely، ما هو rely دي معناها يعتمد على. ما انا عندي كلمه اسمها depend يعتمد on، وريلاي on، وكمان count on. تلاتة عليها في المنهج معناهم يعتمد على. فكلمة reliant معناها يعتمد. لو جيت بقى لاحظت عندك في الامتحان بتاعك او في الاسئله اللي فعلا بتيجي في الامتحان، هتلاقي فيها من هذا السياق. ايه اللي بيحصل؟ بص، هتلاقيه دايما يجيب لك مثلا الكلمه ويجيب لك مرادفها. يعني انت بص، الموضوع كله معتمد على السينونيمز والانتونيمز بشكل كبير. هو هنا قال لك dependent on it، وهنا راح جاي قايلها لك مثلا ايه؟ ان انت بقيت reliant. يعني ايه يا جماعه reliant؟ ما هو reliant برضو معناها معتمد. بص هنا مثلا راح جاي قايل لك ايه؟ ان هم ما كانوش بيعرفوا يشخصوا المرض لعدم وجود الرايت equipment، يعني المعدات اللي هي الايه الصحيحه. طب بص هنا مثلا، هنا كان بيجي يقول لك ايه؟ بيقول لك ان هم ما عندهمش ذا تولز ادوات. يبقى هنا قالها لي تولز ادوات ومعدات، وهناك قالها لي مثلا كده، تمام، equipment. فانت هتلاقي ان الموضوع معتمد عليه بشكل كبير اكتر في السينونيمز والانتونيمز، وقيس على كده حاجات كتيره جدا، تمام. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لك from the passage، من القطعة find out the word that means component. طلع لي كلمة معناها component. ما هي components دي معناها مكونات، بتساوي طبعا كلمة ingredients معناها مكونات. حتى السؤال ده معتمد اهوت على السينونيمز والانتونيمز. presentation هو العرض التقديمي، ودي ما تنفعش. epidemics يعني أوبئة، ما تنفعش. sickness معناها مرض، ما تنفعش. يبقى ingredients مكونات بتساوي components معناها مكونات. which sentence summarizes، أي جملة بتلخص the third paragraph، بتلخص البراجراف التالت. تعال نرجع كده تاني للقطعة ونشوف البراجراف التالت ده كان بيتكلم عن ايه، او فين هو اصلا البراجراف التالت. بص انت لو جيت هنا، ده كده البراجراف الاول، واللي اوله كلمة education ده كده البراجراف التاني. طب البراجراف التالت بيقول لك اهو من اول we can share، تمام، من اول هنا. احنا ممكن ان احنا نتشارك في الماضي، نشارك الماضي ونعزز الحاضر، وكمان ان احنا نتوسع في المستقبل من خلال استخدام السوشيال ميديا. كلام جميل. المراسلة والايميلات والحاجات اللي زي دي عملت ثورة او طورت يعني الطريقة اللي احنا بنتواصل بيها. حلو. thus ولذلك thanks to technology، بفضل التكنولوجي، that these forms of communication، اشكال التواصل دي are continuously developing، ان هي عمالة بتتطور بشكل مستمر. انت بسط في الماضي بقى الامراض والاوبئة كان من الصعب ان احنا نحددهم. ليه كان من الصعب ان احنا نحددهم؟ لان الدكاترة ما كانش عندهم الاجهزة والادوات المناسبة عشان يعملوا ده. بس دلوقتي بقى ساعة بس كفاية عشان يحددوا اي مرض للمريض. بالمناسبة لحد هنا كده هو ده الباراجراف الثالث. طب انت عرفت ان هو بيتكلم عن السوشيال ميديا وفي نفس الوقت بيتكلم عن الامراض. تعال بقى نشوف كده هو كان بيتكلم عن ايه. عن technology has improved our life، ان التكنولوجيا حسنت حياتنا. هو بيتكلم عن كده، بس ثواني كده برضو اتاكد. a new type of medicine كان بيتكلم عن نوع جديد من الادويه. مفيش ولا اي حاجه في المقال كله بتتكلم على نوع جديد من الدواء. حلو. the pros and cons of technology، مزايا وعيوب التكنولوجي. هو مفيش اي باراجراف كان بيتكلم على العيوب. downside of modern technology، عيوب التكنولوجيا الحديثة. برضه ما كانش بيتكلم على العيوب. فمفيش اي اساسا باراجراف بيتكلم ولا على دي ولا على دي ولا على دي. فتبقى الاجابة الصح ان هو بيتكلم ان التكنولوجيا قد ايه طورت حياتنا. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 8، which of the following is not correct، أي من الآتي ليس صحيح. بص كده، أول مثال بيقول لك technology has vital roles to play in our lives. التكنولوجيا لديها دور رئيسي، خلي بالك vital معناها أساسي وحيوي، دور أساسي وحيوي بتلعبه in our lives في حياتنا. دي جملة صحيحة طبعا. طب السؤال اللي بعده او الجملة اللي بعدها technology helps visual learners understand better، التكنولوجيا بتساعد المتعلمين ان هم يفهموا احسن. ايوه طبعا دي صح.
طب بص، our world عالمنا will be a better place، سوف يكون مكان افضل if we get rid of technology. خلي بالك لو انت مش عارف كلمة get rid of، مش عارف معناها ايه، مش هتعرف تحل. get rid of معناها يتخلص من. العالم بتاعنا هيكون افضل لو احنا اتخلصنا من التكنولوجي دي. طبعا غلط. طب تعالى نتأكد كده من الأخيرة. بيقول لك due to technology، بسبب التكنولوجيا people can easily communicate with each other، ممكن يتعاملوا ويتواصلوا مع بعضهم البعض. طبعا بسبب التكنولوجيا يقدروا يتواصلوا مع بعضهم، فدي كده إجابة صح. فيبقى الوحيدة اللي غلط فيهم، هو بيسأل لي على not correct، يبقى الوحيدة اللي غلط فيهم هي رقم C. بكده الحمد لله نكون خلصنا القطعة بتاعت النهاردة. متنساش من فضلك تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان دعوة حلوة من قلبك لأن الفيديوهات دي بتاخد مني وقت ومجهود. أشوفك إن شاء الله في فيديو جديد، وبالتوفيق ليكم جميعا. سلام.